هذا الدور الاوبن الافريقي هنا في الدار البيضاء في مراكش جا في واحد الوقت بارتيكولي، لان بقى لنا شهرين على الالعاب الاولمبيه وشهر على اقل من شهر باش تحسم بالنسبه لبعض الابطال اللي مازال ماشي توتالمون كاليفي وكان خصهم النقاط. داكشي علاش المشاركه كانت ديال 38 دوله، ولكن كان واحد 20 ولا 25 ديال الابطال من جميع انحاء العالم، منهم من الارجنتين، كوستاريكا، بولونيا، السويد، اللي جاوا باش لان خاصهم شويه النقاط باش يدوزوا لا كاليفيكاسيون ديريكت ويكونوا مع 18 الاوائل. بالنسبه لي حنا كمنظمين، مكنتنا من المشاركه ديال اكثر عدد ديال الابطال مغاربه، في واحد عدد الابطال اللي فايتين داروا دي بوديوم في لي زوبن، وحدين لاول مشاركه ديالهم باش يتاقلموا مع الاجواء ديال الدوريه ديال الاتحاد الدولي. وفيما هو تنظيمي باش يبقى لوبن ديال المغرب داخل في اطار الدورات ديال الاتحاد الدولي، تيتعاود مره في العام، ويبقى المغرب من عنده دوري من الدوريات ديال الاتحاد الدولي. الهدف هو نطوروا الدوري، وان شاء الله يرجع من بعد واحد 3 سنين ولا 4 سنين غران بري. هذا الشيء في اطار العمل اللي تديروا الجامعه، باش ترجع هي القطب ديال رياضه الجودو في افريقيا، وباش في اطار التنظيم ديال بطوله العالم ديال لا كوب دي موند 2030 حتى حنا تنبينوا بان التنظيم في المغرب ماشي مشكل، وبان تنظموا على واحد النيفو اللي عالي ودولي.